الانتفاضة العربية نحن متواصلون معكم، وسأذهب مباشرة مشاهدينا إلى اللاذقية أو ريف اللاذقية تحديدا، حيث ينضم إلي من هناك عمر جبلاوي الناشط الإعلامي السوري، حيث سيطلعنا بعد قليل على آخر التطورات في محافظة أو على الساحل السوري عموما بشكل عام. لا أدري هل أصبح معنا عمر. مرحبا بك عمر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عمر، يعني كيف ترسم لنا صورة الوضع على الساحل السوري اليوم؟ بداية اشتقنا لك زياد كثير الحقيقة باللاذقية وريفها. الله يسلمك، يشالك العافية، تفضل. أخي زياد، الوضع بشكل عام راح أبدأ بجبل التركمان. جبل التركمان يشهد يوميا قصف عنيف جدا من عدة مراصد، وأهمها مرصد سولاس والزوبار. والبارحة سقط هناك شهيدان، شهيد أحمد مورلي وهو من مدينة جبلة، والشهيد أيضا مصطفى أحمد شيخ مصطفى وهو من قرية غمام في جبل التركمان، وعدد من الجرحى جراء القصف الوحشي على هذا الجبل، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل في قرية غمام. وأيضا القصف استهدف ناحية ربيعة والقرى المحيطة بها. أما في جبل الأكراد أيضا هناك قصف عنيف جدا على قرية سلمى التي تتعرض للقصف منذ شهور عدة، وإلى هذه اللحظات قصفت أكثر المنازل وجميع المباني السكنية. سلمى اليوم هي مكان مستهدف للقصف من جميع مراصد النظام السوري. طبعا نذكر أن جميع المراصد تقع في القرى الموالية للنظام السوري. لكن هناك أيضا موضوع مهم أرجو التنويه عنه وأرجو الحديث عنه، موضوع الصحفيين المعتقلين. كنت سأسألك على هذا الموضوع عمر. يعني أصدر الثوار بيانا اعترفوا فيه بوجود هؤلاء الصحفيين لديهم. نعم، الصحفيين المعتقلين هم من التلفزيون الإيطالي، اعتقلوا في ريف إدلب عندما ذهبوا من أنطاكيا إلى ريف اللاذقية لرصد المعاناة الإنسانية. لكن في جميع القوانين الدولية يمنع منعا باتا تصوير المواقع العسكرية دون الرجوع إلى قائد الكتيبة أو قائد السكنة، أو ربما لم يأخذوا إذن أيضا من قائد المنطقة بتصوير مواقع عسكرية. قاموا بتصوير مواقع خاصة بجبهة النصرة، وقاموا بتصوير أيضا مواقع عسكرية خاصة بالجيش الحر. ولقد نبهنا هؤلاء الصحفيين بعدم الذهاب من ريف اللاذقية إلى ريف إدلب، وبالأخص إطمة الحدودية مع تركيا. طبعا أخي زياد، هناك ذكرت وكالة الأنباء والصحافة الإيطالية وعلى لسان الخارجية الإيطالية بأن صحفيها مختطفون في ريف اللاذقية عن طريق نشطاء من ريف اللاذقية. نحن نشطاء ريف اللاذقية نتبرأ من هذا الاتهام، ونقول للخارجية الإيطالية أن صحفيهم معتقلين بسبب ما فعلوه، وهو تصويرهم لمواقع عسكرية دون إذن. ونحمل أيضا الخارجية الإيطالية مسؤولية اعتقالهم، لأن جبهة النصرة بالتحديد قالت لهم نحن نريد التحكيم على هذا الموضوع ريثما يتم التحقيق معهم والتحقيق حول هذه الفيديوهات التي قاموا بتصويرها. لكن قامت الخارجية الإيطالية بعكس ما طلبت منهم هذه الجهة، وقاموا بتصريحات منافية للواقع، وبأنهم مختطفين وبأنهم كذا ولا نعلم عن مصيرهم شيئا. ولكن بنفس الوقت أعلنا لهم بأن هؤلاء الصحفيين معتقلين بعد أن قاموا بتصوير مواقع عسكرية. طيب عمر، يعني هؤلاء الصحفيين هل سيفرج عنهم؟ ويعني ما هو مبرر اعتقالهم إذا كانوا صحفيين يعني أتوا ليصوروا ليقوموا بتقارير يقدموها إلى الناس؟ يعني هم ليسوا أعداء على الأقل ظاهريا، فلماذا اعتقالهم وهل سيتم الإفراج عنهم؟ نعم أخي زياد، الواقع الآن في سوريا كما تعلم هو حرب كبيرة جدا، والنظام في بالكامل يعمل على تصوير مواقع للجيش الحر ولأماكن الثوار، ومن ثم يقوم بقصفها. لكن عندما أتى الصحفيون إلى هذه
المواقع العسكرية التي نعلم بأن المواقع العسكرية ممنوع منعا باتا التصوير فيها دون إذن رسمي من القيادة العامة. دخلوا وصوروا دون أي إذن رسمي، ونحن كثوار ونحن كنشطاء وأيضا الجيش الحر في المنطقة يحترم الصحفيين، ونعمل جاهدا على تأمين الغطاء اللازم لهم والحماية لهم من أي شيء كان. لكن هناك أمنيات، هناك تحقيقات حول التصويرات التي قاموا بها هؤلاء الصحفيين من تصوير المواقع العسكرية ومن تصوير لكثير من مواقع الجيش الحر. لكن ما زالت التحقيقات جارية إلى الآن، وقد تواصلنا مع جبهة النصرة أيضا وقد قالوا لنا بأن التحقيقات جارية، وعندما تنتهي التحقيقات سيفرج عنهم. لكن هم الآن في غاية من في كثير من الاهتمام، أكدوا على اهتمام، أكدت جبهة النصرة على اهتمامها بالصحفيين، وأكدت على أن معاملتهم تدوم كمعاملة أي شخص بضيافتها، وهو مجرد تحقيقات لديهم. طيب عمر، ميدانيا على الأرض عسكريا، يعني هناك ركود على ما يبدو في الحراك أو في العمل العسكري في مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان ومصيف سلمى وهذه المناطق وربيعة. يعني هل هذه الصورة صحيحة أن هناك ركود والأمر مستقر على ما هو؟ هل هناك معارك؟ هل هناك تقدم أو تأخر لأحد الطرفين على الأرض؟ نعم أخي زياد، هناك حشود كبيرة لجيش النظام على محيط جبل الأكراد وعلى جبل التركمان، وهناك محاولة منه لإقامة دولة علوية في الساحل السوري. هناك تكاثرت المراصد على الجبلين، هناك عدد كبير من المراصد وعدد كبير من الدبابات وعدد كبير من راشمات الصواريخ. يقوم النظام السوري بقصف عنيف يوميا من جميع المراصد، وبالإضافة إلى الطيران المروحي برمي براميل الTNT. لكن سبب الركود اليوم هو أخي زياد أن هناك يتم الآن في جبل الأكراد وجبل التركمان أن هناك حالة هذا الحصار ربما انعكست سلبا، ولكن هناك إعادة تشكيل هيكلية جديدة للجيش الحر في جبل الأكراد وجبل التركمان من أجل هذا الأمر. وربما في الأيام القليلة التي القادمة سنسمع بإذن الله أخبار تسر الجميع في الساحل السوري كما عودناكم من قبل على تحرير مراصد عدة من قبل الجيش الحر، وعلى الدخول أكثر إلى عمق اللاذقية. وربما، وأنا قلتها مرارا وأقولها اليوم، المعركة الفاصلة في هذه الثورة هي معركة الساحل السوري في اللاذقية. طيب تحدثت عن الدولة العلوية كما ذكرت، والتي يعني يسعى النظام إلى إقامتها في نهاية المطاف إذا ما سقط. يعني هل تشعرون يعني هناك معلومات أو أخبار كثيرة حول الأساطيل الروسية التي تجوب مياه المتوسط وترسو في ميناء طرطوس وقبالة السواحل السورية؟ هل تشعرون بأن هناك مثلا هذه السفن أو هذه القطع الحربية هي ربما أتت لتسهيل أو لدعم مثل إقامة مثل هذه الدولة؟ نعم سياد، هذه الدعم العسكري للنظام السوري من قبل روسيا بدأ بكثرة منذ بداية الثورة وإلى الآن من عبر ميناء طرطوس. ميناء طرطوس هو الآن هو المنفذ البحري للنظام السوري لعبور الأسلحة من روسيا إلى سوريا. نعم هناك حشود كبيرة تأتي أيضا من روسيا لمساندة النظام السوري، بالإضافة إلى لكن هناك أيضا، وأريد التنويه على موضوع ربما يكون له جدل في الأيام القادمة، هو أن عدد كبير من العلويين ينزحون إلى تركيا. نعم هناك هذا الأمر شاهدناه بأم أعيننا. هناك ازدحام كثير في الهجرة في مكتب الهجرة والجوازات في محافظة اللاذقية، أيضا ازدحام كثيف على معبر كسر، وهو المعبر الوحيد الآن بيد النظام السوري، يعبر منه الآن الأعداد كبيرة من العلويين. هناك أسباب كثيرة للنزوح، منها قتل عدد كبير منهم، والنظام السوري يمنع أمهات وأهالي الذين قتلوا من العلويين برؤيتهم بعد أن قتلوا، وأيضا
المبادرة من النظام السوري بجمع أكبر عدد وأخذهم لخدمة الاحتياط والتحاقهم بخدمة الجيش وخدمة الشبيحة. هناك أعداد كبيرة تنزح هربا من الموت وتنزح هربا من هذا النظام بعد أن قتل عدد كبير منهم على أيدي قوات الجيش الحر. أشكرك جزيلا عمر جبلاوي الناشط الإعلامي السوري، كنت معي من ريف اللاذقية. شكرا.